تشوف الآن الفقير يصيح ما عندي، والعنده يصيح ما عندي، والثري والملياردير يصيح ما عندي، شنو الموضوع ما تدري. يعني اكو جفاف روحي، اكو فراغ روحي. شقد ما تكون المادة تضخ، إذا الفراغ الروحي فارغ يبقى فارغ، تبقى الروح جوفاء، ما ينفع هذا. ولذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من تملي الروح قيم وفضائل، حتى لو ماكو مادة، حتى لو ماكو شيء، أنت تنام مطمئن 100%. أكو واحد يقول في يوم من الأيام أنا عندي سهم سادة، فرحت دلوني على مكان بالكاظمية، قالوا أكو بيت بيك يدق الباب، ذولا مستحقين، يعني معلوماتي هالشكل وصلتني وناس أثق بيهم. اجيت ماخذ سهم السادة، درقت الباب، طلع لي رجل شيبة كبير السن. دخلت بيت هم رث بسيط، سجادتين صلاة، واحدة متقدمة عن الأخرى، فعلمت أنها زوجته. فأنا بأدب تام قلت له سيدنا الوضع هالشكل وأنا عندي سهم الإمام، سهم السادة، وأنت علوي قالوا لي مستحق. قال لي لحظة خل أمشي. يقول شال عكاسته بصعوبة، قام صح على العلوية. قال علوية شنو وضعنا؟ عندنا مصرف باكر ما عندنا؟ قالت له نعمة من الله عندنا باكر. قال له أبوي احنا عندنا الباكر، شوف واحد يجوز ما يملك عشاء في اليوم. ورحت حكي هذا الدين إيمان وثقة وعقيدة، ومتأكد أن الله يرزقه، وصدقني الله يرزقه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس النفس الإنسانية ما أدري إيش بيها ضيق، يعني ما تستوعب هذا النعمة اللي عندها.